السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ليه دايما حاسس انك متأخر؟ وليه دايما حاسس ان كل الناس ناجحة وكل الناس سابقاك وانت اللي لسه يدوب بتبدأ؟ كل يوم تفتح السوشيال ميديا تلاقي حد اشترى عربية جديدة، تلاقي شباب في سن العشرينات لفوا العالم كله وانت يدوب ما طلعتش برا مصر. الإحساس ده للأسف محبط قوي وبيخليك ملكش نفس إنك تبدأ ولا عارف أصلا تبدأ منين. يمكن انت بتحس كده عشان انت مقصر في حق نفسك شوية، عايز تحسبها صح. ما تقارنش نفسك بحد، ما تقارنش نفسك بالناس اللي على السوشيال، لأن الناس دي ظروفهم غير ظروفك، حتى بلدهم غير بلدك. فانت ما تقارنش نفسك غير بنفسك امبارح عشان تعرف انت بتتقدم ولا لأ. لو قارنت نفسك من 5 سنين او من سنتين وفعلا لقيت انك ما بتتقدمش، يبقى ساعتها لازم تقف وقفة مع نفسك وتشوف انت هتعمل ايه وعايز تعمل ايه وعايز توصل لايه. لكن ما تقارنش نفسك بالناس دي خالص. انت بتقارن نفسك مع ملايين البشر حول العالم. انت يا دوب بتشوف افضل لحظاتهم بس مش بتشوف الواقع، بتشوف الهايلايتس بس. السوشيال ميديا بتماركت لك ان النجاح دايما بالساهل وعادي ان هو يجي بسرعة. مفيش حد فينا بيشوف اللي نجحوا دول عملوا ايه، محدش فينا بيشوف الكواليس. وما تفكرش انك هتوصل بسرعة، لان مفيش حاجة اسمها توصل بسرعة. اللي اتبنى بسرعة بيهدم بسرعة. فأي حاجة عظيمة بتاخد وقت. انت لازم تشتغل على نفسك ولازم تشوف انت بتتقدم ولا لأ. بس عايزك تهدى شوية على نفسك، تهدى شوية على نفسك من التفكير المفرط. عايزك تعرف ان كل وقت وليه أدانه. يعني كل وقت على حسب إرادة ربنا. انت هتوصل امتى؟ في ناس بتوصل في 50، في ناس في 30، في ناس بتوصل في 20 عادي. فكل وقت وليه أدانه، كل واحد ليه قدر. بس انا عايزك تهدى على نفسك شوية، لان اصلا كتر الضغط على نفسك وكتر التفكير المفرط ده اصلا ما بيخلكش تشتغل على نفسك. انت بتقعد تتفرج على نجاحات غيرك وانت اصلا واقف مكانك. سيبك من الدوامة الوهمية اللي انت عايش فيها دي، واقفل السوشيال ميديا خالص. وقف وقفة مع نفسك، شوف انت فعلا بتتقدم ولا لا. لو بتتقدم يبقى خير وزي الفل. لو تعرف تشد على نفسك شوية شد. ما بتتقدمش يبقى لا، لازم تتقدم ولازم تقفل برضو السوشيال ميديا وتركز على حالك. النجاح مش سباق، هو كل واحد وليه نصيبه. انت عليك انك تشتغل بس، والباقي على ربنا. يعني النتيجة مش عليك، النتيجة بتاعت ربنا. انت عليك انك تشتغل على نفسك، بس تشتغل بجد وبجهد وبانضباط. وانت بإذن الله توصل. النتيجة دي مش بتاعتك خالص. ما تقارنش نفسك بحد، كل واحد ليه هدفه، كل واحد ليه هدفه، وكل واحد ليه نظامه، وكل واحد ليه حياته وظروفه. خليك في نفسك بس. اي حاجة عايز تبدأ فيها ابدأ فيها، اي حاجة عايز تاخد فيها الريسك خد الريسك. لان مفيش حد، لان لازم تاخد الريسك. انت كده كده لازم تاخد الريسك. قالك نو ريسك نو فراري. فانت مش شرط انك تكون عايز تجيب فراري، بس خد الريسك في اي حاجة انت عايز تبدأ فيها. لان كده كده انت مش هتنجح من غير فشل. لان الفشل ده ماشي معاك كده لحد ما تنجح، ماشي معاك خطوة بخطوة. انت محتاج تنجح مرة واحدة بس، لكن الفشل ده هيمر عليك كتير. فانت قعدت لحد بكرة، قعدت لحد السنة الجاية، السنة اللي بعديها، مش هتعرف تتحرك ولا تنجح غير لما تاخد الريسك وتفشل. فابدأ من دلوقتي وسيبك من احساس انك متأخر. اشتغل انت بس على نفسك. والاحاسيس دي مجرد مشاعر. في بداية اي حد لازم ينجح، بالذات لو نجاح عظيم، هيتعب قوي. على قد ما كان نجاحك على قد ما كان تعبك. وانت مش هتوصل غير لما تتعب، عشان تبقى واخد بالك. مش هتوصل كده على طبق من دهب، لا انت لازم تتعب. اي حد نجح نجاح عظيم كان في يوم من الايام مكانك وكان محتار ومش عارف يبدأ منين، وبيتعذب كل يوم عن اليوم اللي قبله. بس فعلا فيما بعد تستريح، تبقى في حتة تاني حرفيا. فانت الايام مجرد ما توصل مش هتفتكر يوم تعب من اللي انت شفته. هتنسى كل حاجة.
فصدقني مفيش وصول او نجاح من غير تعب. اتعب على نفسك واشتغل على نفسك دلوقتي احسن من بكرة. وبكده تكون الحلقة خلصت. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.